رجعنا لكم مستمعينا ولسه مكملين معاكم ساعة و60 دقيقة، ولسه بنكمل معاكم كتاب مسكجنا، ومعانا هبة عثمان. هبة، انت اتكلمتي في كتاب عن النوبة المصرية والنوبة السودانية، وقلتي ان في ناس بيقولوا ان النوبة اصلها سوداني، وناس تاني بيقولوا ان النوبة الاصل بتاعها مصري. كلمينا عن الموضوع ده، ويا ترى يا ترى يعني اللي هم بيقولوا سوداني ومصري في شبهة انفصال. كان دايما بيتقال عن اهالي النوبة ان في زعم انفصال او شبهة انفصال، ان هو مش بيعتزوا بمصريتهم. لا بصي، هو مش انفصال، هو تحيز. يعني لو واحد مثلا نوبي سوداني هيقول لها النوبة دي، وبعضهم مش كلهم، محدش يجي يضربني بالنار ولا حاجة. هيجي يقول لا ده النوبة اصلها سوداني. هو لو واحد مصري ممكن تلاقيه بيقول لا النوبة اصلها مصري، بس لو واحد بقى يعني فعلا قال التاريخ صح وعارف يعني هيتكلم بقى بامانه، لا هيقول النوبه دي اصلا مملكه، ولا هي اصل هنا ولا هي اصل هنا، دي كانت حاجه مع نفسها. بلاد النوبه صح. فهو يمكن بس ايه الناس اللي بيقولوا النوبه اصلها سوداني، عذرهم في ده، او يعني هم قالوا ده بقلب قوي. ليه؟ علشان خاطر العادات في السودان اقوى، والالتزام بيها اكتر من مصر. حتى كمان ممكن تلاقي هناك ناس عارفين اللغة اكتر مننا، ممكن يعني. فيمكن عشان كده الناس بترجع يعني بتقول يمكن النوبيين كمان دول كلهم اصلا سودانيين، وناس مصريين نفسهم، المصريين غير النوبيين يعني، بيقولوا يمكن النوبة فعلا اصلها كلها سوداني، علشان هما شايفين ان البشرة السمراء دي اصلا بتنتمي للسودان اكتر من مصر، حاجات كده كتير. بس لا، انا ما شفتش ان حد بيقول النوبة اصلها مصري، غير يمكن بقى عشان تاريخ، وعشان في ناس منهم حكموا مصر ايام الفراعنه، ففي ناس بترجع للموضوع ده عشان كده. بس احنا لو اتكلمنا بقى بصراحه، هي النوبه كانت مملكه، ملهاش دعوه بده ولا لها دعوه بده، حاجه مع نفسها كده. طيب يعني ايه نوبه؟ يعني ايه كلمه نوبه؟ كلمه نوبه بصي، هي كان ليها كذا معنى. نوب هي زي ما بتقولي فعل، اللي هو معناه تخليص الشيء من الشوائب. يعني لان النوبيين يعني كانوا معروفين طبعا بصفاتهم كويسه، وان هم امنا، وهم فكلمه نوبه معناها تخليص الشيء من الشوائب. فدي بقى الطب او الحاجه الحلوه، وليها كذا يعني اكتر من معنى، ليها معاني كتير غير دي. فلحد دلوقتي محدش عارف بالظبط المعنى الاساسي لان بلاد نوبه تتسمى نوبه. بس هي يعني المعنى اللي انا يعني مبسوطه بيه الصراحه، حته ان هو بقى تخليص الشيء بالشوائب، ده حاجه حلوه يعني، معنى كده النوبه دي كلمه كويسه. طيب انا عايزه اكلمك عن، انت اتكلمتي عن تاريخ النوبه. في ناس كتير بتقول ان يعني لحد ما اللي هو اللي هي البلاد اللي على حدود مصر ما بيبقاش ليها دور كبير في تاريخ مصر. لو خدنا النوبة، ايه دور اللي لعبته النوبة في تاريخ مصر عامة؟ يعني كلمينا كده، قولنا حاجات معروفة المفروض انها تبقى علامات يعني. لا بصي، لو جينا بقى اتكلمنا على حاجه تانية غير طبعا موضوع السد العالي، ده اساس يعني، ده بقى يعني عشان كل الناس عارفينه وانا مش هقدر اتكلم عليه. بس يعني انا فاكره مثلا الدوبيين اما جم العرب يدخلوا عشان ينشروا الاسلام مثلا في مصر، كانوا اخر ناس يدخلوا الاسلام. اما جم يطبقوا معاهده البقط، يا رب بس اكون منطقه صح، اللي هي معاهده كانت بتلزم النوبيين ان هم يجيبوا جزء منهم يبقوا عبيد للناس اللي كانوا بيجوا يحتلوا مصر. والمعاهده دي فضلت فتره كبيره جدا، بتعدد بقى الناس اللي جم يحتلوا مصر والحكام، فضلت فتره كبيره جدا مستمرة، كأن مثلا المعاهدة مستمرة رغم تغيير الحاكم أو تغيير المحتل كمان. كانوا هما بقى النوبيين حتى مقابل ايه بقى؟ أو بصي، هو كانت مقابل بصي، هما كان الأول كانوا بيجيبوا النوبيين كانوا بيجيبوا العبيد دول من قبائل مجاورة ليهم، لما يروحوا يغيروا عليهم عشان يخطفوا منهم ناس يسلموهم في أسرى، لأنهم كان صعب طبعا ان هم يروحوا يدوا الناس من عندهم هم عبيد للناس اللي متفقين معاهم على المعاهدة دي. لكن كان الاتفاق مقابل بقى غذاء وحبوب ويعني كذا حاجه، وغير كده كان طبعا بيقدموا لهم الامان ان احنا مش هنيجي نعمل معاكم حاجه، مش هنيجي نهجم عليكم، رغم ان كان في يعني شويه مناوشات في الوسط. النوبيين كانوا بيحاولوا يفلفصوا المعاهده دي باي شكل، خصوصا لما هم ما بقوش يعرفوا يغيروا على القبائل التانية،
قوتهم ضعفت، القبائل التانية فاهمه اللي هو قربوا يخلصوا يعني انتوا هنجيب لكم منين تاني، فاضطروا ان هم فعلا كانوا بيجيبوا جزء منهم يعني يوفوا بيه المعاهده، خصوصا لما الناس بعد كده جم صحيح ما لغوش المعاهده بس خفضوا عدد الرؤوس او العبيد اللي هم ياخدوهم منهم لحد ما المعاهده جت في عهد من العهود وخلصت خالص يعني. طب يعني ايه تاني في التاريخ عن النوبه ايه تاني اثر في مصر؟ انت اتكلمت ان في ناس حكام من النوبه حكموا مصر في وقت اه زي مين؟ انا مش فاكره اسمه بالظبط، بس هو تقريبا كان في عهد الاسره ال 18 او في عهد الاسره 25 حاجه من الاثنين دول. هو فعلا ده كان برضو علامه من علامات انه النوبه جم في وقت من الاوقات حكموا مصر. بس طبعا لانه كان في بقى برضو ايه اللي هو يعني اسر معينه ما كانش عاجبها ان دول يعني يمسكوا الحكم في البلد او يقدروا يخلوا مصر كلها خاضعه لسيطرتهم، فكان طبعا في حروب ما بين هنا وهنا. بس فكره نجاح النوبه بشكل من الاشكال ان هم قدروا يحكموا مصر ايام الفراعنه بالذات، دي حاجه تحسب لهم. معنى كده ان كان في تغيرات كبيره حصلت يعني النوبه قدرت تاثر في البلد كلها في وقت من الاوقات. انا ما اعرفش ازاي طبعا لان ده من زمان. انت عارفه ان كان في فتره كانت عاصمه مصر تحت في الجنوب؟ كانت طيبه. فاعتقد ان يعني غير الشمال، يعني يمكن دلوقتي عشان القاهره هي العاصمه واحنا عايشين في المركزيه فاحنا مش عارفين اي حاجه لا اللي تحت ولا اللي على الجنب ولا اي حاجه. يعني النوبه زي بدو سينا بالنسبه لنا. ما هقولك يمكن الموضوع كان في مثلا حته ان العاصمه تبقى تحت. ليه؟ يمكن كان في اسباب جغرافيه بتفرض عليهم ان العاصمه تبقى تحت. فاهمه؟ خصوصا ان هو برضو كان يعني كان الفراعنه وطبعا النوبيين معاهم كانوا بيقدسوا حاجه اسمها نيل، ففكره المنابع تبقى من هناك وجايه لهم، فالخير من هناك والاساس كان هناك. بس طبعا لان زي ما انت بتقولي يا سمر في تغيرات معينه حصلت والعاصمه بقت هنا مش هناك، فبقى في بعد شويه، حتى ما بقاش في مثلا وسيله تفاهم ان ده يقدر يتكلم مع ده وده يفهم ده بيفكر ازاي. بس ساعتها بقى اكيد الشمال كان هو المصدوم يا سمر يعني ايوه هم اللي كانوا النوبه بس بالعكس. طيب في هقول لك يعني بصراحه كده في اتهامات للنوبه والنوبيين ان هم منغلقين على نفسهم، ان هم مثلا لما حد يكتب كتاب عن النوبه، لما حد يعمل عن النوبه، يعني هم بيدوروا حوالين نفسهم يعني كامل متكامل لوحده بعيدا عن المجتمع المصري ومشاكله وحياته. يعني بصي ما هقولك حاجه، لو مش حد من جوه النوبه عارفها كويس هيكتب عنها، مين هيكتب؟ فيمكن لان دول شويه دول اللي عارفين اكتر عن النوبه فغصبا عنهم هيبقى اصولهم مؤثره فيهم بشكل او باخر، خصوصا لما يبقى في بقى التزام بالاصول كويس قوي. ما فيش حد يتجوز، ما فيش نوبي يتجوز غير يعني واحده مش نوبيه او العكس. ولو حصل بيبقى في مشاكل. الفرح يبقى بشكل معين، التعاملات تبقى بشكل معين. يعني حته الجواز دي ممكن اقول لكم عليها مفاجآت كمان. فغصب عنهم هم بيعملوا كده عشان لو ما حدش عمل ده من النوبيين محدش هيعمل، محدش تاني هيعمل، محدش مصري مش هيجيب واحد مصري يكتب عن النوبه. تمام. وطبعا بقى لان مفيش حد من الجيل الجديد، يعني يمكن انا مثلا او كذا حد قليل غيري كان بيكتب عن النوبه، فانت معتمده في ضياع ضحى على اساس الناس القدام، محمد خليل قاسم واستاذ حجاج، دول ناس كتير كانوا بيكتبوا عن النوبه، ويمكن لان في وجع بخصوص النوبه القديمه فعشان كده كانوا بيكتبوا عنها. بس وحته بقى الانغلاق في العادات دي زي ما بقولك عشان خاطر هم عايزين يحافظوا على عاداتهم باي شكل. يعني هقولك انت اتكلمتي عن الاكل النوبي والعادات النوبيه يعني انت لو تلاحظي ان احنا اكلنا معظمه تركي، يعني اكلنا هنا في القاهره معظمه تركي واحنا عارفين ان هو تركي. يعني لو كان في انفتاح اكتر بين النوبه وباقي مصر مش كان يعني زماننا دلوقتي عارفين اكل النوبي هي مشكلتها كلها في اكل النوبه، فاهمه؟ يعني هي سابت كل حاجه قالتك، يعني ما ينفعش كده. شايفه ان هو يعني لما بمناسبه اكل النوبه بقى، يعني هيبقى ايه هي الاكلات المشهوره في النوبه؟ بصي انا هرد عليك يا صقر دلوقتي. حته ان هم كانوا مش عايزين ينفتحوا قوي في حاجات كتير، ما هو ممكن يكونوا هم خايفين ان هو يتاثر عليهم مش هيأثروا في الناس. ما انت ما تضمنيش نتيجه لو فعلا عملتي بقى انفتاح ومش عارف ايه، انت ما تضمنيش ان القله هي تعرف تاثر على الكثره. فده سبب. انت يا سمر بقى لا معانا تليفون.